في كتب علم النفس يذكرون بأن ابن الريف لا يحس بفترة المراهقة اللي يحس بها ابن المدينة. رجعوا لماذا؟ درسوا الموضوع، لقوا أن ابن الريف منذ طفولته يمسك مسؤوليات، فلما يكون عند الإنسان مسؤوليات من وقت مبكر فإذا هو ينضج بسرعة ولا يلتفت إلى الجوانب السلبية في المراهقة، لكن يأخذ الجوانب الإيجابية في المراهقة. عقل متفتح، ثورة مشاعر، رغبة في الإنجاز، رغبة في لفت النظر له، أن يكون عنده شيء متميز عن الآخرين، قوة شبابية، قوة جسدية، كل هذه يمتلكها إذا عنده أدوات. هذه الأدوات إذا لم يحولها إلى منجز أو مشروع سوف يكون إما في الانسحابية أو العدوانية. لكن الآمنة هذه المراهقة هي التي يستطيع أن يعبرها المراهق بدون مشكلات نفسية وبدون أيضا مشكلات أخرى جسدية أو غيرها، لأن المشكلات الجسدية أحيانا تتبع للجانب النفسي، وكما يقول علماء وأطباء النفس كذلك أن النفس تتألم والجسد يتكلم.